اهلا بيكم حبايبي حبايب قناة توفير واعادة تدوير. فيديو النهاردة. لو انت عندك صينية فيها صدى زي اللي انت هتشوفيهم كده قدامي اللي انا بعرضهم كده عليكي، ما ترميهاش. شوفيني وتابعيني، شوفي انا هعمل ايه في الصينية وهستخدم ايه علشان ازلك الصدى ده، وهترجع تلمع زي ما كانت جديدة. هتتابعيني بالخطوات وهتشوفي انا هعملك ايه في الصينيتين دول. زي ما انت شايفة كده والكاميرا بنقربها لك، والصدى واضح، وهو كانت الخامة بتاعتهم مش كويسة، ويعني صدت زي ما انت شايفة كده. تابعي الفيديو وشوفي احنا هنعمل في الصواني ايه خطوة بخطوة، وايه المادة اللي انا هستخدمها علشان ارجع لك الصواني دي جديدة. بدأت بقى استخدم المادة اللي انا هدعك بيها الصواني. والمادة دي هي بودرة التيتانيوم. هتجيبي بودرة تيتانيوم من عند الناس اللي بتبيع البويات والسبيداك والبويا والجبس والحاجات دي. هتسأليه على بودرة التيتانيوم هتلاقيها بودرة ناعمة كده، يعني زيها زي النشا الناعم. فانتي هتستخدمي بقى المادة دي. وهي بصراحة موضوع فكرة المادة دي ان انا استخدمها، كنت استخدمتها في براد عندي كان صدى وكان اتحرق وانا حطاه على البوتاجاز. ولما لقيته بقى جميل ولمع قلت خلاص استخدم الفكرة في الصواني اللي هي خسرت عندي دي. انت ممكن تستخدمي المادة وتحطش عليها شوية كربوناتو. يعني انت تخلطيها بكربوناتو. سواء ان انت تخلطيها بالكربوناتو او ما تخلطيهاش، الاتنين واحد. يعني يفضل، يعني انت لو هتخلطي بالكربوناتو هيبقى التيتانيوم اكتر من الكربوناتو. بدأت بقى اشتغل على الصواني. انا اول حاجة خدت الصينية دي ورشيت عليها زي ما انت شايفة كده المادة اللي هو البودرة. ويعني بصراحة الصينية جميلة من جوه، بايظة، ومن على الأطرف جميلة جدا جدا، وخسارة ان هو الواحد يعني يرميها وما ينضفهاش. تحطي بقى اشتغل على الاماكن اللي فيها الصدى كلها، وابتدي ادعك زي ما انتوا شايفين كده. هتستخدمي قماشة او ممكن ان انا استخدم حتة سلكة يعني وانا شغالة. برضو هنا بدأت برضو اشتغل على الصواني التانية. آه، برش برضو منها. وركزت قوي، خدي بالك احنا يعني ايه مقربين الكاميرا عشان يبان لك الجزء اللي هو آه، بندعكه، وبيبان لك الفرق بين بعد ما ندعك بالبودرة وقبل ما ندعك بالبودرة. بيبان قوي الفرق، وبتبان ان هي بدأت تلمع. ممكن قوي وانت شغالة استخدم حتة سلكة آه، ادعك بيها، احط شوية بودرة وادعك بالسلكة، او اني انا استخدم حتة قماشة. يعني ممكن يا اما سلكة يا اما قماش. وواضح طبعا احنا مثلا انا قعدت مرة قرب الشمس، قعدت مرة في المطبخ، بحيث ان ايه يعني بيبان لك الفرق بين الحالتين لما ندهن ونرش البودرة، ولما ندعك بالقماشة او بالسلك. في حاجة كمان، احنا الأجزاء اللي كان فيه عليها ورد أو فيه عليها رسومات كنا بنستخدم فيها فرشة صغيرة كده، يعني فرشة سنان قديمة، عشان ايه ندعك الورد اللي هو عليه صدى أو الرسومات اللي عليها صدى. إيه، أنا بكمل بقى الأجزاء كلها، وبعد ما هخلص هقولك هنعمل ايه بعد كده. هتشوفي الفرق معايا وهتشوفيني وانا بخلص الصواني. واحنا شغالين كده دلوقتي قدامكم، واكيد دلوقتي انت ملاحظة الفرق بين المرحلتين يعني.
بصوا بقى، هنا قربت لك الفيديو. شوفي لما بستمر في الدعك وتكوني مركزة قوي وانتي بتدعكي على الجزء اللي انتي دهناه، وركزي معايا في الفرق في اللمعة. بعد ما دهنت جامد واستخدمت يا اما السلكة يا اما القماشة. السلكة بتبقى جميلة بصراحة يعني فيه، وانتي بتكوني ملياها كده وحطاها. شوفي الفرق، لقيتي اللمعة ممتازة. انا كده خلاص يعني يعتبر خلاص بدأت افنش الدعك بتاع الصواني. وانا وريتك الفرق كده، شايفة اللمعة قدامك شكلها جميل ازاي، ومدية منظر حلو قوي قوي. في الشغل بتاع التيتانيوم على الصواني قدامك اهوت. انا هنا قربنا الفيديو علشان يبان كل حاجة واحنا شغالين. دلوقتي بقى انا يا جماعه بدات اخد سنه ميه بسيطه قوي، او يا دوبك يعني ممكن تبلي القماش. توزعي البودره دي بعد ما خلصتي بقى ايه، انت دعكتي خلاص الصواني كلها وخلاص. بعد كده ابلها سنه واروح موزعه على الصواني بحالها، بحيث ان انا املاها، عارفه زي ما تكوني دهناها. تكوني دهناها كده. وبعدين اسيبهم شويه، حاجه بسيطه. اركن بعد ما ادهن واشبع الصينيه كلها. زي ما انت شايفه اللقطات كده، شبعي الصينيه بحالها وخليها على جنب شويه لمده مثلا ايه، براحتك. انت كل ما هتسيبيها اكتر مفيش اي ضرر يا جماعه منه خالص. انت كل ما تسيبيها اكتر مش مشكله. سبتيها 10 دقايق ماشي، سبتيها 5 دقايق ماشي، سبتيها لتاني يوم وجيتي تاني يوم تشتغلي عليها مفيش مشكلة خالص. بعد ما انا خلصت كده كل حاجتي، رحنا بقى على الحوض وبدأنا نصبن الصواني كلها كده. بتحطي صابون وتصبنيهم عادي خالص من المحلول من المحلول الصابون بتاعك اللي على الحوض، وتبدأ تشتغلي عليهم وتغسليهم كويس. وبعد كده ما تخلصي خالص، طبعا بتنزل المادة معاكي كلها وانت شغالة وانت بتغسلي. بتدعكي برضو، بتستمري تدعكي بليفة او تدعكي بأي سلكة ولا حاجة عندك، زي ما بتدعكي المواعين عادي خالص، مفيهوش أي ضرر لو نزل على المواعين ولا مثلا نزل على أي حاجة وانت بتستخدميها في الحوض. بعد ما بتخلصي بتروحي بعد كده تشتغلي بقى ايه الشطف العادي، كأنك بتغسلي مواعين عادية خالص. مش دعكاها بتيتانيوم ولا أي حاجة. تحطي الصينية وتبدأي ايه تغسليها عادي وتدعكيها، هتديكي منظر جميل زي الفل زي اللي انت شايفاه ده. الحمد لله، احنا كده الحمد لله خلصنا. وانا مش مصدقة نفسي ان الصواني بقت بالشكل اللي انا عمالة بصوره لكم ده. والله يعني الحمد لله، ربنا بيض وشنا. وهي فكرة جميلة جدا. واحنا المفروض ان احنا كل فترة نعمل حاجاتنا بنفس الطريقة. كل فترة لما نلاقي الحاجة كده او طوست وصدت وخلاص بقت شكلها صعب وخسرت مننا، المفروض ان احنا كل فترة نجيب المادة دي ونعمل. هي متوفرة طبعا عند الراجل اللي بيبيع البويات والمون والحاجات دي كلها. وما هياش غالية يعني، انت بحبة بسيطة جدا جدا. كل اللي احنا عملناه ده ما يجيش قد معلقة. بتمنى الفكرة تعجبكم ان شاء الله، والقاكم في فيديو قادم وتكون الفكرة دي جميلة، ومستنية تعليقاتكم عليها. وان شاء الله اشوفكم في فكرة قادمة مفيدة لينا جميعا، والى اللقاء في فيديو اخر.